السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعين ومشاهدين قناة محمد الدهشان. فيديو جديد وحصر على قناتي. بتمنى في البداية نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد وحصري. إعلام نادي الزمالك هيفضل هو إعلام نادي الزمالك، مش هيتغير. مش هنلاقي حد عنده الجراءة ولا حد عنده المهنية ولا حد عنده الشفافية ولا حد يعرف حاجة اسمها الحيادية. يعني ليه اعلام نادي الزمالك يطلع يتكلم على قناه نادي الزمالك واحس في نبره صوته او في الصيغه اللي بيتكلم بيها ان اعلامنا ان جمهور نادي الزمالك ده كده اهبل كده، واي كلام بيتقال بيتصدق، وان هو هيسحبنا لاي سكه معينه هو عايز يسحبنا فيها؟ صلوا على النبي في البدايه، قولوا عليه الصلاه والسلام عشان اعرفكم ايه اللي حصل بالظبط. كابتن احمد جمال او استاذ احمد جمال الراجل المحترم اللي بيطلع على قناه نادي الزمالك طالع بيتكلم عن مين اللي مصدر المشاكل لنادي الزمالك ومين سبب انهيار وقوع نادي الزمالك. يطلع بقى يكلمني بصيغه مختلفه جدا وما يتكلمش بالحياديه، وما عندوش الجراءه ان هو يقول لك مين سبب المشاكل في نادي الزمالك. لا، طالع بيرمي اللوم على حد تاني خالص. اسمع كابتن احمد جمال بيقول ايه ونرجع نرد عليه. اللي بيصدر المشاكل لنادي الزمالك يا زملكاوي يا اصيل اللي انت بتسمع احمد جمال ده بيحب نادي الزمالك؟ ده المفروض ان اللي بيدخل المشاكل لنادي الزمالك، وكان في يوم من الايام وللاسف كان قاعد على كرسي رئيس نادي الزمالك، وما ادراك ما كرسي رئيس نادي الزمالك. ناس كتير تقول لك انت يا احمد دايما بتتكلم على كرسي. طبعا طبعا يا جماعه، نادي الزمالك 1911 لحد النهارده اللي قاعد على الكرسي ده عظماء واساطير. هو الزمالك اخر 30 40 سنه اللي انا حتى عشتهم، ده انا كنت اسمع من عمامي ومن اهلي ومن ناسي ومن ناس ما كنتش اعرفها، يقعدوا ناس كبيره في السن وانا صغير يقولوا انت بتشجع نادي عظيم، انت بتشجع نادي تقلد رئاسته كذا وفلان 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 وفلان. انت بتتكلم في اكتر من 100 سنه. نادي الزمالك مش واقف على حد ولا بيقف على اشخاص. كل الناس زائله وكل الاشخاص زائله، ويبقى كيان نادي الزمالك. استاذ احمد جمال ما عندوش الجراءه يقول لك مين اللي مصدر المشاكل لنادي الزمالك. هو مين اللي مصدر المشاكل لنادي الزمالك؟ انت بتلقح على استاذ ممدوح عباس. هو استاذ ممدوح عباس يا جدعان ماله ومال نادي الزمالك؟ هو داخل نادي الزمالك طلع اشاعات على نادي الزمالك؟ انتوا بتروح تمضوا مع لاعب، هو بيروح يلف من وراكم وبياخد اللاعب ده يوديه حته تانيه. ما احنا عايزين نفهم. مجلس اداره نادي الزمالك بياخد قرار ويجي يعمل المشروع، ممدوح عباس بيخش فيه مثلا ويبوظه على نادي الزمالك. راجل طالب بفلوسه والمحكمه حكمت له. احنا بقى زعلانين ليه؟ كان الراجل اصلا المبلغ بتاعه كان 40 مليون على ما اظن. كان 40 مليون جنيه. انا ما كنتش عارفه ما كان بالدولار، بس اللي اعرفه ان المبلغ الاجمالي كان 40 مليون. لو الراجل ده كان اخد فلوسه من زمن الزمن ما كانش كل المشاكل ده حصلت، ولا كان الدولار هيرفع، ولا نخش في 90 مليون ولا 100 مليون ديون. الديون اتراكمت من رئيس نادي الزمالك. بس انت ما عندكش الجراءه تقول مين سبب المشاكل داخل نادي الزمالك. هو ممدوح عباس اللي بيقعد يشتم في محمود الخطيب؟ هو اللي بيقعد يعمل مشاكل مع محمد سراج الدين؟ هو اللي بيقعد يشتم مع عمرو اديب واحمد شوبير وحسام وشيرين وبيقعد يغلط في الناس بتوع صندوق تحيا مصر؟ مين اللي بيعمل مشاكل؟ ما انا عايزك ترد عليا. مين اللي بيعمل مشاكل؟ ممدوح عباس اللي واخد حكم بسنه مع ايقاف التنفيذ وشهر مع واجب النفاذ؟ هو ممدوح عباس اللي شتم الاستاذ يعقوب السعدي؟ ما عايزين نفهم. هو ممدوح عباس سبب هزيمه نادي الزمالك من الاهلي في السوبر المصري؟ عايزين نفهم. وخلي عندكم حياديه شويه. وبعدين بيقول لك اللي قاعد على كرسي نادي الزمالك عظماء واساطير. طب انت بتقول لنا احنا الكلام ده ليه؟ انت حضرتك يا استاذ احمد يا جمال بتقول لنا احنا كمشجعين الكوره الكلام ده ليه؟ ما احنا عارفين. احنا عارفين، بس ناقص شخص واحد بس اللي يعرف. ناقص واحد بس اللي يعرف، وانت ما عندكش الجرأة ان انت تقول له كده. لانك انت لما حاولت بس تعارضه على الهوا قال لك بالسلامه شكرا شكرا، وكنت ماشي بطريقه وحشه ورجعت بطريقه اوحش يا كابتن احمد. فانت ما تقدرش تقول الحقيقه. وبقول لك نادي الزمالك ما بيقفش على حد. طب ما احنا عارفين برضو ان نادي الزمالك ما بيقفش على حد، ولا هيقف عليك ولا على رئيس النادي بتاعك، ولا هيقف عليا كمشجع، ولا هيقف على اي حد. مش هيقف على حد. نادي الزمالك كنت اتمنى ان هو يتعامل باسلوب احسن من كده. واعلام نادي الزمالك طول ما هو ماشي بالاسلوب ده، يعني مش عايز اقول ان هم بقى بيطبلوا بمعنى اصح، يعني اكيد انتوا فاهمين الكلام. طول ما هم ماشيين بالاسلوب وبالمنهج ده عمر نادي الزمالك ما هيتقدم. لان في ناس بتساعد رئيس نادي الزمالك على الغلط اللي بيعمله. محدش بيقول لرئيس نادي الزمالك لا عيب وغلط اللي انت بتعمله ده. عشان كده رئيس نادي الزمالك متمادى في الغلط، وهنشوف نادي الزمالك من انهيار لانهيار ومن اسوأ لاسوأ. وبعد كده هنرجع نقول ايه اللي وصل نادي الزمالك لكده. لا، احنا عارفين كلنا
كاعلام كجمهور كمسؤولين، كل الناس عارفه ايه سبب انهيار نادي الزمالك عشان نفض من الموضوع الاسود ده. وزير الشباب والرياضه بيحقق مع اتحاد الكره المصري، ما شاء الله ما شاء الله. اتحاد الكره اللي عامل انجازات كتير يعني جميله جدا، من فشل لفشل من فشل لفشل، يعني بيفشل وبيعمل فشل اوسخ من الفشل الاولاني. واحنا كجماهير محصورين، اركن بقى اتحاد الكره، واحنا بقى كجمهور نفسنا حد يسمعنا. احنا محصورين يا جماعه، احنا محصورين من اللي بنشوفه في كاس العالم قطر 2022. لما نشوف الانديه العربيه، السعوديه بتغلب الارجنتين، ونشوف الدنمارك بتتعادل مع تونس بالعافيه، وتونس كان لها الافضليه، وكمان كرواتيا بتتعادل مع المغرب. انا كمصري اتحصر ليه؟ لان الانديه العربيه دي مش احسن مني في حاجه، يعني بعد احترامي ليهم، احنا ما بنقللش منهم، ولكن لا السعوديه ولا تونس ولا المغرب ولا قطر افضل مني في حاجه. هم افضل مني في ايه؟ عشان ولا السنغال حتى افضل مني في حاجه عشان يشاركوا في كاس عالم وانا قاعد كده. يعني قطر مش هنقدر نقول ان هي مش هنقدر نقارنها باي منتخب من الثلاث منتخبات العربيه، لان هي اصلا ما صعدتش في فوز، هي واصله لكاس العالم بسبب ان هي الدوله المستضيفه. انما بقى السعوديه تركي آل الشيخ طناء ورا منتخب بلاده لما عمل منتخب محترم، لان هو بيخاف على بلده وعاوز يشوف بلده دايما ناجحه. عمل منتخب محترم، عمل منتخب بقسم بالله ياكل الاخضر واليابس بعد كده. منتخب السعوديه الارجنتين مش احسن منه في حاجه، ده هو الافضل من الارجنتين دلوقتي. وعندك المغرب احسن مني في ايه؟ فيها لعيبه محترفه، احنا عندنا لعيبه محترفه، عندهم حكيمي وزياش، احنا عندنا برضو محمد صلاح، وعندنا النني، وعندنا تريزيجيه، وعندنا عمر مرموش، عندنا لعيبه كتيره جدا يا جماعه محترفه، احنا افضل من المغرب، وواجهنا المغرب وكسبناها قبل كده. تونس عندها مين يا جماعه؟ احنا افضل من تونس اللي عامله ماتش ممتاز جدا قدام الدنمارك امبارح. والله العظيم ما بقلل من المنتخبات العربيه دي، ولكن انا كمشجع مصري انحصرت يا جدعان، انحصرت. انا ما عنديش اتحاد كوره بيخاف على الكره المصريه، ده بالعكس، ده جاب دولار في الكره المصريه. يعني احنا عندنا جيل بقسم بالله افضل واحسن جيل في تاريخ الكره المصريه. عندك لاعب ما شاء الله لسه من قيمه كام يوم واخد بالتصويت الجمهور اللي جاي من التيك توك الافضل في العالم، واخد جائزه جلوب سكر. مين خدها عندك في مصر؟ مين خدها في الدول العربيه؟ عشان المنتخب بتاعي يبقى بالحاله والسوء والفشل ده. عندنا اتحاد كره بيحارب الانديه، بيشتغل لصالح نادي واحد، انما بقيه الانديه تولع بجاز، ما عندوش اي انتماء للانديه ولا عنده اي انتماء للكره المصريه. بس احنا فالحين في مواجهه مصر وبلجيكا نأجر طيارات على حساب الاتحاد ونطلع بطياره خاصه نروح الكويت عشان نتفرج ونتمتع. اتحاد الكره عندنا ما بيعملش حاجه. اتمنى من الدوله ان هي تتدخل وتشوف الكره المصريه ايه اللي وصلها لكده. احنا بقينا اقل ناس في الكره يا جماعه. مصر اللي كان كعبها عالي على كل المنتخبات العربيه، بعد احترامي للمنتخبات العربيه، بعد احترامي ليهم، والله ما قصدي ان انا اقلل من حد، ولكن مصر كان كعبها عالي. النهارده مصر اقل فرقه في المنتخبات العربيه. هات لي النهارده فريق مصر احسن منه، مفيش. احنا اخرنا يا عيني نتشطر على الفرق اللي هي في مركز شباب افريقيا اللي هي اثيوبيا. ده احنا اثيوبيا خسرنا منها يا جماعه، حتى اثيوبيا خسرنا منها. اتحاد الكره مش فالح ان هو يتصل بكهربا عشان يحل مشكلته مع نادي الزمالك، لان كهربا هيحط الغرامه $1,300,000 ولا $1,200,000 في حساب ممدوح عباس الموقوف او اللي بيتاخد على حجز. لا، اتحاد الكره دلوقتي بيتصل بكهربا بيقول له ادفع $1,000,000 حطهم في حساب تاني وهنقسط لك $300,000 عشان نحل المشكله ونادي الزمالك يبقى معاه فلوس. ده اللي اتحاد الكره بيعمله. عشان كده عمرنا ما هننجح في الكره طالما اتحاد الكره بيميل بمكيالين، هي ملهاش الا كده. والاستاذ حازم امام اللي حل مشكله الزمالك في الادوار التمهيديه يا مفتريين، وتاخد اللعيبه توديها للنادي وتجيب اللعيبه من النادي للمنتخب للمعسكر، وما حلتوش مشكله الاهلي في ماتش الشرقيه للدخان لما كان في وديه قدام كوريا الجنوبيه وهو كان هيلعب ماتش مصيري، ولا حد سأل في الاهلي ولا في مشكله الوداد ولا في كاس العالم. عايزين ازاي ربنا يكرمنا؟ ازاي؟ انا يا جماعه وصلت نهايه حلقتي. اتمنى الكوره في مصر تبقى افضل من كده، واتمنى اتحاد الكوره ده كلته يتشال ويجي اتحاد يشتغل بما يرضي الله ويخاف على الانديه ويعامل الكل سواسيه. في النهايه اتمنى نعمل لايك للفيديو ونشترك في القناه ونفعل زر الجرس عشان يوصلنا كل جديد وحصري، واستنوني في حلقه جديده. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.